وما في مطرح داخل إيه داخل إيه. With my honor بكرة بيرجع كل شي كان. Give me strength خليني ارجع انسان. بدي ارحل بدي فل لما الشمل يطل داخل ايه من الخلق. اشتقنا نفرح كوميات نغني أحلى الغنيات نغني عتابة وقراصية شكل ألماس لك إيش في بدك شكل ألماس يا عيني يا عيني شو اللي بعده يا جماعة يا ويل ويلي. بتدلع ومبهرة وتحلي عسنون الضيف يا هلا يا مرحبا وتهلي. والله جد به يا لطيف. سلام. أول بالك تعال الله يا عالم. أول بالك طول بالك وين الأطفال يا عالم؟ طول بالك حكينا معك. جيبوا لنا الأطفال. رح يجوا أول بالك الثاني بدق لهم بفصع لك دينتهم. لك راح البيت راح. موبايلك ها؟ ايه بدي اقص ايدي اذا بيتصل هذا الشيء. الو الاطفاء مستحيل. ها؟ لا حي الله مختار بيتك ما قلعه. لك ما بيعلق. حي الله مختارنا. الله صفوني بيتي هيك وعم يحتاج. الله يوفقهم الله يخلي لنا رجال الانصاف ان شاء الله. الله تفضل يا اخي الله يوفقك خليهم يباشروا فورا يمكن احترام. انت العميد. شو عميد يا اخي شو هالاتهام ها؟ هلا اذا واحد احترق بيته بصير عميد. حضرتك مشترك بخدمة معنا معينة من الخدمات يعني بكفالة أي بنك؟ ماني مشترك بس مشان الله بهشروا هيك البيت راح البيت. أول بالك أنت هيك عم تعطلنا عن شغلنا. بعدين حبيبي أنت ليش هيك مستعجل؟ بدي أسألك أنت مشترك بخدمة دق لي بطفيك بكفالة البنك التعايشي؟ لا ماني مشترك بس ما إلا العمال خليهم يشوفوا. أيوة معناتها بخدمة مسافة الطريق وجاي بكفالة بنك الإنعاش. والله يا أخي يعني لا ماني مشترك. معناتها ما بقى غير تكون مشترك بخدمة إغاثة الملهوف هي لبنك الإيمان.
كمان ماني مشترك ان شاء الله، بس شو طفوا الحريق ومو في ايدك. خلاص خلاص اخرس بقى، خلينا نعرف نشتغل بقى مثل العالم والناس. اكيد انت مشترك بخدمة الاعمار بيد الله بكفالة المصرف التجاري السوري. شو هي ماني مشترك يا اخي، لو انت تشترك شو؟ مو مشترك معنا بولا خدمة ولا؟ لا وما في ولا بنك مغطيك؟ لا. ستوب، وقفوا، لا تعطوا باي حركة ولا شيء. فيت فيت. شو فيت طول بالك مشان الله، هدي شوي خلينا نتفاهم. يعني انا مثلا هلا بهاللحظه هي ما بحسن اشترك بشي خدمه من اللي حكيتهم انت. لحظة اوكي فيك. شوف لك نحن شركتنا قلبها طيب كثير وهالمرة انا حابب ساعدك. وقفوا شباب لا تقاتوا باي حركة. فوت جيب لي شيء اشعار اي تعامل مع اي بنك بتتعامل معه، اي بنك. لكن شلون بدي فوت على البيت؟ البيت جهنم، شوف النار، مين بده يسترجي يفوت؟ طفوا لحتى فوت. البيت تبعك ملك ولا اجار؟ الملك لله يا اخي، الحمد لله البيت ملك. عظيم جدا. ننتقل للشق الثاني. هذا البيت عليه اشارة حجز، ورثة، حدا يعني هيك حاطط عليه اشارات؟ لا ما في. ممتاز، معناتها راح اخدمك بكفالة البيت. يا سيدي كتر خيرك يلي بتشوفه، واذا بدكم طفوه وخذوه للبيت، خذوه، ما خلي الشباب يبلشوا راح البيت. طيب مو مشكلة. سؤال عادي اسطوانة غاز خلاص. اسطوانة الغاز انفجرت على فكرة، هيك بهالحالة بدنا SO2 مادة جديدة هي. الغرفة اللي فوق انفجرت كم بيت؟ البيت 3 غرف اخي. 3 غرف، اذا قلنا ضرب مطبخ كذا 240,000. شو هدول 240,000 مشان ايه؟ صحيح نسيت اسألك، بتحب سلم اوتوماتيك ولا بتحب سلم عادي؟ لك لا هاد ولا هاد، ليكو البيت طابع اول. ممتاز، انت حظك من السما. بتحب الباب اللي فوق نخلعه خلع ولا نتعامل معه الكترونيا ولا نقدحه رفسه برجلنا نجيبه 100 شقفه؟ انت برايك يعني انو احسن؟ والله الرفس بالرجل هو بيجي اقل تكلفه. في ضحايا؟ والله الوالد جوا هيك عم يحترق، يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا. بنلحقه، هذا الموضوع اتركه علينا. بس انت على فكره ليش مستعجل كل القد؟ يعني ليش هيك حايص ولايص؟ انت لازم تعرف مهنتنا انه اول شيء لازم يكون الاطفاء قلبه من حديد. التعاون الجماعي والاخاذ بين افراد المجموعه باستهلاك الطاقه الكامنه اثناء الصعود بالسلالم وانقاذ المنقذ، فلذلك الاسعاف لحاله بكلفك 70,000. ايه 70,000؟ قلت لك ترى في يعني واحد من اصدقائي عنده اسعاف خاص، فيني حاكي لك اياه وبيجي بظبط لك امورك على 24 ليره. قديش هاد؟ 40,000. شباب شوفوا لنا البراميش اللي ورانا اياها. فكرة هذا الموضوع انا عم حكيك اياه محبة فيك، يعني انا ما بحسن احكي مع مين ما كان، انا شركة وهن شركة، اذا دريوا الشركة هذيك ينتفونا. احكي لك معه؟ احكي لنا معه. عملت له تاج انا، يعني شغلة 5 دقائق بيكون واصل لهون، بس في اجراء بسيط هيك بدي اساويه معك، يا ريت تعطيني البصمة تبعها. وين نبصم؟ بس فتح عيونك، البصمة تبع عيونك. خلص تمام. سؤال، البيت باسمك؟ لا باسم الوالد. الله لا يوفقك. باسم الوالد؟ هذا اللي جوا فوق بالغرفة؟ اي نعم. يلا شباب كلياتكم على فكرة من الشبابيك من الابواب، جيبوا لنا اياه من جوا. هذا هو الكفيل على فكرة، والا ما بيطلع عنا ولا قرد. الله لا يوفقك. شو حيوان. شو هاد؟ شو صار له؟ ليش مستعجل كل هالقد؟ الو الاطفاء. مستحيل. ما حي الله مختار.
يخرب بيتك ما ألعن. حي الله حي الله مختارنا. هيك اجوا هسه اجوا مختار. والله أنا مشتاق لك يا مختار. مش عم اسمعك، علي صوتك. طب عنا حريقة وسيارات اطفاء وشو بعرفني عجطة. لسه بعدين بحكي لك. فينيش شي يعني. قول لي خير شو هاد ضروري؟ طيب خلص بكره بتلاقيني عم بفطر انا وياك. عمي بدنا نلاقي حل لهالمواصلات مشان توصلنا لفوق. اهل البلد صار معها ديسك من ورا التسلق. ولك يا خيي ما هي الطلعة السايبة قوية كثير والباص عتيق صار مهرهر يعني، والحكومة مش مقصر. شو بدهم يساوي يعني؟ يجيبوا لنا هليكوبتر؟ لكان معقولي الواحد ينقطع نفسه كل ما بده يطلع لفوق؟ ما هو مشان هيك المختار قال احكوا مع خطار خليه يجي، بلكي هيك بنعمل اجتماع وبنلاقي حل لهالمعضلة. هسه أنا بدي لاقي حل لهالمعضلة؟ وانا شو بعرفني؟ انا اقترحت عليهم قلت لهم خيو خلينا نعمل تلفريق اسهل. قال الحزب فيش عنده مانع، بس المهم ما يكون الصناعة أمريكية، يعني يكون صناعة دول صديقة. هسه بس هذه هي المشكلة؟ إنه صناعة أمريكية؟ ما بعرفش. شو بعرفني من ضل بهايم. كل شيء نحن كبيرين القدر. أنتوا كبيرين القدر، أنا راس طرش. يا جماعة هيك ما عادش بيمشي الحال. صرنا بدنا نبدل اسم الضيعة تبعتنا من ام الملاحف لام المفاصل، وقد خلخلت مفاصلنا من كثر وحورة الطريق يا زلمي. أنا بحب نوه يا جماعة، البلدية ما قصرتش معكم وعملت اللي عليها، زبطت الطريق وزفتته. خي نصار ما حداش قرب على صوب البلدية، نحن عم نقول انه بدنا باص يوصلنا لفوق والحكومة ما فرزت لناش واحد. عفوا يا خي، عدم مؤاخذة نقطة نظام، مش كل ما دق هذا جيبوا لنا سيرة الحكومة، حلوا عن الحكومة، عرفت كيف؟ خيي الحكومة ما قالتش أبداش تعطينا باص، الحكومة قالت أفش عندها باصات زيادة. شو خي خطار؟ شو رأيك؟ ما تحكي يا زلمي. والله يا مختار ولا يهونوا السامعين، يعني هذا الحكي بيسواش. باص الدولي مهرهر وبيصلش لفوق، فأنا بقول إنه نشوف لنا شي مكنة مرتبة نشتريها ونشغلها على هالخط. خي عدم مؤاخذة أنا سبق وطرحت موضوع التلفريق. في تراكتور زبالة بالبلدية بننظف الترولة وكونه قوي بيطلعنا وبينزلنا. ولك أنا المختار بدك تركب لي بترولة تبع الزبالة؟ ولك عيب ولو شو حكي هذا يا اخي؟ يا عمي مختار يطلع بالزبالة انا بقبل. فكرش يا مختار يا جماعة عمي شو بكون؟ ولو يا حول الله. عمي أنا بقول إنه نعمل لمة من كل أهل البلد، اللي بالبلد والمغتربين، منلم هالمصاري وبنشتري فيهم باص جديد وبلا من نية الحكومة. والله فكرة مليحة. أنا من بكرة الصبح بدي أتصل على ابني على أرجنتين خليه يبعث لي شوية مصاري من بويونس آيرس. بويونس صار معه مصاري؟ ولك بويونس آيرس عاصمة الأرجنتين لك عمي. يلا خيي، وأنا وخيي نصار منلف على بيوت هالضيعة بيت بيت، ومن كل بيت بنلم اللي الله بقدرنا عليه. مختار تنسوش المغتربين، ها دقوا لهم كلهم. وانت فاضل دقوا له البيونس. مين بويونس؟ ايرس مش ابنك هذا؟ ابني اسمه خزاعي. بويونس آيرس عاصمة الأرجنتين يا عمي. فهمنا. يابا وصل الباص، وصل الباص. يابا مرحباك يا مكتوب الرقبي. عوافي يا غالبين عوافي.
الله يعافيك الله يعافيك. السايق والمسيوق. هينا باك لك يا سلام، لك شو حلو هالباص ولو؟ معلوم. كيف لو شفته على الطريق طالع مثل الغزال اخذته وسجلته بالمرور على خط البلد. يلا حيو نايف، خذ المفتاح من عمك خطار، ومن بكره بتركب هالباص وبتبلش على خط البلد رايح جاي. عفوا مختار، نقطة نظام، عدم المؤاخذة يعني، في مجال تشرح لنا ليش حضرة ابنك بده يسوق حضرة الميكرو إذا فيهاش إزعاج يعني؟ شو خيي معذب؟ منجيب حدا غريب يسوقه لكان؟ مش هيك قصده يا مختار. يعني الشغلة بالحساب ولا بالقعاد؟ خذني أنا مثلا، خيي من وقت اللي اجى من لبنان الشقيق لإسا مش عم يلاقي شغل يا عمي، وكلكم بتعرفوا هذا الشيء. هو أولى لأنه دافع مصاري. أنا دافع 50,000 ورقة تنطح ورقة. وأنا دافع 54,000 ورقة تنطح ورقة. ليش مش ابن عم توفيق يسوقه؟ شوف لك الحكي. طولوا بالكن هيك بيسواش. لازم نتفق مين اللي بده يسوقه. لا يا عمي، شو هالحكي هذا؟ لكان سكر المخوذ ويلا الحقوني على المضافة لنتفاهم. شرف. تعالوا معي. شرفوا يا جماعة شرف. أنا دافع 50,000 ورقة. عمي وإذا ساكن بالشام شو ماليش راي؟ ماني دافع مثلي مثلكن. ولك يا عمي عيب الحكي، ابني نايف قاعد بالبيت مفتوح بدون شغل، مش عيب عليكم ولو؟ عفوا عدم المؤاخذة يا عمي، يعني نحن مش فاتحين مكتب بطالي، يعني شو دخلنا لنشغل لك ابنك؟ نحن غير خي سند ما حداش بسوق الباص ونقطة انتهى. الشغلة مش على كيفك، أنا المختار وأنا اللي بقرر مين بسوق الباص، فهمت؟ طول بالك مختار. منين بدك تجي طولة البال يا زلمي؟ ابن عمي توفيق هو الأنسب، خبرة 40 سنة شوفير على خط جرمانة بارتومة. توفيق من طول عمره معروف حمار سواقة، سأل عنه بالشام، بيعمل 12 حادث بالسنة الواحدة. يعني بمعدل حادث واحد شهريا. خلصنا عاد ولو. عمي المثل بيقول لك الطاقة المخزقة اللي بيجيك منها الريح سدها بخرطة واستريح. عدم المؤاخذة شو يعني؟ يعني طالما نحن مش متفقين مين بده يسوق الباص، خلينا نجيب واحد من برات البلد نضيع على اللي جنبنا مثلا. ولكن شو بده يقولوا عنا العالم يا زلمي؟ يقولوا شو ما بيقولوا، شو بدنا بكلام الناس، المهم ما ندبحش بعضنا يا جماعة. حبك نزل بكبادي كواني كي. مين عم بدق لنا؟ الو اهلين عمي معذب، كيف صحتك؟ الله يسلمك، خلي لي اياك. يلا فورا رح اجي لعندك على البيت يا اخي. تتخطى عالدار بزون تهز الكون، اللي شافه صار مجنون ومين عم يدق لنا كمان؟ اهلين استاذ نصار، اهلا وسهلا، كيفك؟ ايه تكرم، قدام البلدية؟ لك طبعا يا عمي، ولو هو الباص لكم. خلص تكرم عينك، مع السلامة مع السلامة. تتخطى عالدار بزون تهز الكون، كل اللي شافه صار مجنون. وين عم بدق لنا كمان؟ مختار، اهلين عمي المختار، كيفك؟ تكرم عينك، خلص ولا يهمك، راح اجي اخذك من قدام البيت ولو شو اقل منه. تكرم، مع السلامة يا عمي، مع السلامة. صبحكم بالخير. صبحك بالخير مختار. تعال محلي تعال. لا عمي لا، خليك محلك، طول عمرك انت صاحب واجب. لا خير عمي. يا عم الدبب ان شاء الله. بتعرفش انت انه لازم تيجي تاخذني هني بالاول؟ هون المركز الرئيسي. يا عمي والله ما كنتش بعرف. وليش من عندك المركز الرئيسي ها؟ ليش ما بننطلق من البلدية لأنها موقف حكومي؟ ولك يا خيي هسه كل شيء بتتحش لي الحكومة فيه، حلوا عن ظهر الحكومة ولو
خلص انا بقول انه يعني بيجي بياخذهم من قدام بيتي، موقع الاستراتيجي تبع بيتي احسن شيء قريب على الكل. لا خيي ما حذرتش، بيجي بياخذوا من قدام بيتي من هون، عم بقول لك هون المركز الرئيسي. قوموا انزلوا انقلعوا لتحت شوف كلياتكم، يلا قوموا انزلوا. شوف لك عايش شغلي، شوف لك. طول بالك طول بالك. لك على الحكي. بسيطة بسيطة يا جماعة، بسيطة. خير يا مختار، ليش ننزل؟ ليش نزلتنا يا عمي؟ ولا ولا كيف راح تجيب تفاضل قبل ما تجيبني أنا؟ ها يا مختار لقيته اقرب شيء علي. معقول يا مختار؟ شو نحن مش قد المقام يعني؟ ولك يا عمي الأصول أصول، بعرف إنك قد المقام بس احترموا الناس. طيب خلص عمي، شو بتتفقوا اني بعمل؟ شو باص اللي خلفني؟ لحظة، عدم المؤاخذة نقطة نظام. خي غسان، أنا المرة الماضية قلت لك إنه لو سمحت أتجاوبش أجوبي، أنت مش مسؤول عنا. أنا دافع بالباص وبده يجي ياخذني من قدام المنزل. عمي معذة، كلنا دافعين. إذا بده يطلع كل واحد من قدام بيته بيضل نص نهار يلم بالبشر. شو باز عوضة هو؟ خلاص بيوقف قدام البلدية ونحن بنجتمع قاعد. إلا ما حذرتش أبي وقفش غير قدام بيتي هون. يا جماعة يا مختار، طيب أنا عندي فكرة، شو رأيكم انزل صف بالساحة هنيك بالبلد وبتنزلوا كلكم مشي وبننطلق من هنيك؟ وقت اشترينا باص مشان ما نطلعش هالطلعة السايبة. نكبرك راس انت. يا أخي استنى شوي، والله الزلمة معه حق. خلينا نمشي من هون لعند أول البلد، احنا بنتذبح بيننا وبين بعض. شو رأيكم؟ والله فكرة، خلينا والله ما بنمشي. يلا خينا كان تفضلوا نشوف. يلا ولك يا خي تفضلوا. لا، تفضلوا تفضلوا يلا. ولك يا خي تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. طول بالك شوي علينا يا زلمة، وين طاير قدامنا انت؟ صبحكم بالخير. صبحك بالخير يا غسان. صبحك بألف خير رفيقي معذة. بدك تدبر حيلك، ما ضلش محلات. عفوا عمي، عدم المؤاخذة، نقطة نظام يعني. في مجال تشرح لي كيف ما ضلش محلات ونص الباص فاضي؟ غشيم لأني. يا رفيقي معذة، رئيس الجمعية الفلاحية حجز نص الباص لأنه بده ينزل على سوق الهيل بالشام وينزل معه نص طن بندورة من هون. بالله شو؟ يعني ليكون الباص ملك اللي خلفوه؟ لا يا حبيبي ما حذر. مشكلتك يعني؟ ما أني دافع مصاري وحقي طلع بالباص يلي بدي إياه. لا ما حذرتش حبيبي، هذا الباص باص الجماهير. طولوا بالكم طولوا بالكم، بالرواق كل شي بيصير. عمي غسان، تفضل عمي تفضل. الله يرضى عليك، وسع لي محل لهالغنمات، بدي طالعهم وروح بيعهم بسوق الغنم. ولو يا عمي بدك تطلعهم هون بالباص؟ لا يكون مش عاجبك ها؟ أنا دافع مصاري، بدي طالع غنماتي بالباص. لا يا عمي شو دخلني أنا؟ شو باص اللي خلفني؟ طلعوا اللي بدكم إياه تصطفلوا. لحظة عفوا، نقطة نظام بس. يعني عدم المؤاخذة، انت مين سمح لك تحكي وتجاوب أجوبة غير مسؤولة؟ لا حبيبي انت ما دخلكش، بتصف على جنب. عفوا خيي، ممنوع تطلع غنماتك محل الجماهير. شو هالحكي؟ أنا غنماتي دافعين مصاري أكثر من الجماهير تبعك. اسمح لك. بس غنماتك اللي دافعين مصاري. يعني ابني خزاعي من الأرجنتين، من بويونس آيرس. بويونس؟ مين بويونس؟ بويونس آيرس عاصمة الأرجنتين. من هونيك بعت لي مصاري ابني مشان شارك بالباص. مشان هيك بدي طالع بندوراتي بالباص. حقي يا عمي. ولك يا عمي شو دخلني؟ لا ما حذرتش انت وياه. هسه كل واحد بده يطلع بالباص ويطلع اللي بده اياه، واذا بنساله بيقول اني دافع. شو هالحكي هذا؟ يا جماعة كل عمرنا ايد وحدة، اجا هالباص وفرقنا. يا خيي أنا عدم المؤاخذة يعني، أنا بقول قلبي حسسني إنه هالباص مدسوس ليفرق بيناتنا. بتقول الصراحة يا جماعة، ما جاناش من هالباص غير وجع الراس والمشاكل. بصيرش هالحكي، بصيرش يا عمي. يا خي والله عيب ولو هسه بدنا نختلف ونذبح بعضنا مشان شقفة باص. وشو الحل برايك مختار؟ انا بقول لك شو الحل، منبيعه خيي وبنقسم حقه بيناتنا، كل واحد شو دفع بيرجع له مصرياته. هذا الرأي السديد المتبوع. يا مختار كيف بدنا نبيعه؟ ما هذا صار مستعمل يا جماعة. يعني إذا بدنا نبيعه بنخسر فيه،
وساعتها مش رح نقدر نرجع لكل واحد المصاري اللي دافعها وحلها عاد. قر مضبوط هذا الحكي، مضبوط يا مختار، هذا الحكي ما كناش حاسبين له حساب. حل اذا بتحل. ولك يا خيي بنقسموا بيناتنا وكل واحد بياخذ حصه على قدر المصاري اللي دفعها، وهيك بنخلص من القصه. شو بدنا نعمل بحصتنا من الباص يابا؟ والله اجت والله جابها. بنسكره من هونيك ونحط له شبك من هون وبصير خم للجزات، ولا احلى من هيك. روح جيب الشبكات تقول لك روح. ليك عمي، هذا حط لي اياه في الباب هون، هذا كرسي الشوفير بطلع على السطح يعني بقعد عليه بقرقع متي، ورجع لي عندي لهون مشان طالع هذا بحطه بالمطبخ، هذا نفطر عليه وهو نحطه بالصالون. فوتوا هذا. لكان أنا رئيس جمعية يطلع لي شوية كراسي مخلخعين وبيضات العكس وزنبوعة مساحة، شو بدي اسوي ببيضات العكس هني؟ بقليهم باكلهم يعني؟ شغلوه. هي طلع لي انا محرك الباص وقدرت شغل التراكتور تاني مرة. لقيت بوارك وارسلك يلي حفارك خلك من دارتي بعد وجافة. عشان استرلي شو العالم هي بعدهم يتخاصموا الميكرو. ها هذا نتور. عوافي كنت طالع ادور عليك. خير عمي، شو في؟ خير يصيبك خير خيي، يعني نحن قسمة حق ومضى حق وراء مطالب. خيو فصفصنا هالسرفيس وبيطلع لك هذول حصتك، الزمور والدركسيون. والله تفضل. وتواخذناش. تتواخدش. هذا فهمنا، هذا مشان شو؟ طوط فيه يعني؟ بدكم مواصرات كثير عليكم الكدش والبغال. حي الله مختار، خرب بيتك ما ألعب. حي الله مختار. نسيم خير والله. الله يخلي لي اياك. عاطف راح يشتري اغراض ولهلا ما رجع. الله يخليك دورني عليه. انت هذا جوزك خلصت مدته، حطيه بكيس قدام الباب خلي حدا يشيله، لسه كل ما طلع بدي ادور لك عليه. هلا بدي اجيب لك قراره، راح اجيب لك اياه لجوزك. خلص انا اللي بجيبه. انا على قولة انتصار ماكو رجال. دعمة يا لطيف، لك شلون فاتت هاي الرجيب جوا؟ يا لطيف طالعة طالعة بالدفتر ولك ما عرف طالعة. مو مكتوب شيء. لك يا رفيق تعال شوف الشوفة. لك مين رفيق نسيم؟ انا وينك عم تدور عليك؟ بعدين انا طولان ولا انت كاشف؟ لك شو كاشش؟ نازل يجيب لي ريجار مالك شايفها؟ العمى لو قصدني ما بتزبط معك، شلون هيك سلتي؟ ما بعرف الزحلات فاتت رجي بالطاقة. خليني اجرب لشوف. يا سلام على الريحة، جاهز؟ يا لحد مدخلي رجلي. لك شو عم بيصير معهم هالبشر بغيابك يا نسيم؟ مالي علاء. طيب لحظة، خليك واقف مثل ما انت، لا تتحرك، موضوعك عندي من هالشنب. لك شو عم بيصير يا نسيم؟ يا نسيم عمي خطار. اسم الله عليك، منين هبطوا ده؟ خيو لك ولا للديب؟ خاسة مين ذيب؟ قول. بدي اي اداة حادة، مورينا، شلف حديد، هيك شيء. قاني خناقة بروح معك؟ لك انا بفطر خناية، مو انا العلقان، رجله العاطف بيك سالته بالريجار بدنا نسلك له اياها. وانا عم بقول وينه؟ تعال خذ هيك. هاي ممتازة. سبقني لاجيب شغلي والحق. يلا. السيف احسن شيء.
اوعى اذا فاست هي بتشعلي رجلي. شو؟ كيف علقت؟ ان شاء الله بتعلق بير ماله قرار، احسن من هاللعب بلا طعمه. حط بايدك بايده طلعي رجلي من الطاقه. ماني ليش جايب السيف؟ عليهم. ولي لا اوعى شو بس السيف؟ بدي اذا فقد السيف طلعي رجلي. لك عامل سيف هذا. لا يا عمي خطار لا تشلخه. لا يا نسيف لك شو عم يصير؟ لك شو تفوت هذا ما هو يعني لبرع. ايه لحظة شوي اخي. نعم هيك ما رح يمشي ما الحال. بيمشي الحال. اخي لا قولي حل لا قولي حل. هو في حل، بس أنا خايف تزعل. لك اخي ما حازعل. قول يا اخي الزلمة اذا ما داخل من الوجع رح يدخ من الريحة. احكي. أنت كتف وأنا كتف، منكبسه بينزل بهالرجار نتلقاه بآخر النهر. ان شاء الله بيستعيك عزرائيل اذا نزلتوني باخر السياق. بما ما اطلع من هنيك كون بلعت نصه. بيس اون يو. السلام عليكم. العمى كيف هيك على ايه؟ لك ان شاء الله بيعلق فيك العلاء احسن من هاللعي. عاونهم الاثنين طلعوا لي رجلي. شباب يلا ايدكم معي. شرفوا. واحد. بيكون حبيبي ما شاء الله لا. شبه وخرزه. والاوضح من هيك انه مستحيل تطلع. شو هالحكي؟ مش عم تضبط. خلص بلاها. لك شو شحاطه هي بلاها. انا عندي حل. شو هو؟ نخبر الحكومة. لا تطلع فيني انت. خبر الحكومة. روق انت انا ما دخلني. ايه انا بخبرهم. يلا بيس اون يو. هسا بتجي الحكومة تفرمك فرن، نزلوك فرن لتحت. مسعودي هيك مسعودي. بيكون حبيبي لابس قماز. يعطيكم العافية. العمى شلون علقت هي؟ هي علينا وعلى هالسؤال. لك اخي انا ماشي زحلقت ما لقيت لرجلي فاتت بالطاقه. شو بعرفني شلون فاتت؟ الله العليم يا جماعة. هي بدها قص. شي قص رابطه بدك تقص لي رجلي؟ العمى بدك تقص له اجره؟ بدك تصفى برجل وحده؟ قولي على قامتي عليك يا عاطف. طلعت من البيت برجلتين بدك ترجع لي برجل وحده؟ اخي معلش حدد القطعة اللي بدك تقصها. لك يا جماعة لا تضوجوا من شان الله. بدنا نقص شقفة من الراجار من شان طالع رجله. مفهومة؟ وقفت لها قلبها للمدام. تفضل قص. بشو صافي؟ والله بدكم ما تاخذوني. هي راجار للبلدية، يعني بصيغة ثانية هي أملاك حكومة، وأنا ما بسترجي أقرب عليها. بدكم تقدموا طلب وتجيبوا موافقة من شان القص وعدم المؤاخذة. يعني لهيك قصة كبيرة ما عندنا معدات. العمى يعني بدي ضل طول عمري ورجلي علقانه بالراجار. لك يا اخي خبروا الحكومه. لك يا عم انت وين عايش؟ بكره جمعه، يعني الحكومه معطله وكل الجهات الرسميه معطله. يا عم على العلاء. شت شو عتساوي؟ دون طوري لا تخافوا رح احل لكم اياها. هذا انجليزته قوية اتركوه. لا تصورني. نناشد الجهات الرسمية والغير رسمية والمعنية وغير المعنية أن تساعد هذا المواطن الماسل قدامكم ليك ورجله علقاني بالراجار. عمي عاطف قول كل شيء بدك إياه ولا تستحي. قول أنا وراك. أنا أناشد للمسؤولة عن هذا الريجاري فرجلي علقانة هون وأترجاك رجاء كثيرا يعني افرض يا أخي رجلك اللي علقانة مو رجلي. شو بتساوي؟ نقص لك اياها يعني؟ شو حكومة أرجونا المراجل. شكرا. والله لخلي لك الدنيا كلياتها اتقب ودونت سيت تقوم وما تقعد على الفيسبوك. حليت قصتك خلاص. هذا من امبارح على الآن.
ما بدها. بعد عمي. لك شو صار معكم؟ رحنا على البلدية فيش هذا، قال معطلين اليوم، بس بعد شوي بيبعثوا واحد عامل يعني. بس طبعتهم طبعه غير شكل. وطبعتهم طبعة غير شكل. شو هاد؟ ما لقيت تعلق رجلك غير بهذا الرقار؟ ليش شو هذا الرقار؟ من شو بشكي؟ ما فينا ندق شاكوش فيه. هاد اخر رقار من عهد الاستقلال وتابع لمديريه الاثار والمتاحف. والله اذا بدق دقه واحده بيخربوا بيتي وبيتك. اكسكيوز مي، عفوا اخي يعني، بس هذا الزلمه بده يضطر رجله علقاني هون بالراجار كل حياته. يعني اكزامبل مثال، بس في حال لو حب انه يعمل بيبي يفوت على الحمام وضي يده شو يساوي؟ يا اخي اليوم الجمعه وبكره السبت، بكم تنطر لا تفتح الوزاره والموظفين يشتغلوا لا يجوا يلاقوا لك حل بنزل. يخرب بيتكم، يضلني عايش بالرقار؟ باشا شكون هالحكومة السايبة هذه؟ ولك باشا بقدرك تطمس بريقار. انخفص قدرك لعاد الشعب العادي الرعاع يعني نحن وين نطمس؟ أنا بدي أطبس فيك. يا قليل القدب احترم نفسك، ماكو رجال. باشا الخبر مطروش في كل السوشيال ميديا، وين تفكس تلاقي نفسك، وين تفقس تلاقي نفسك. حتى عندي بصفحة ماكو رجال بالترويسة الخبر مكتوب. ترويسة شو يعني من الترويسة؟ بوست هذا هو. يا جماعة صاروا 3000 فيوز على الفيديو وكل الناس متعاطفة معك عمي عاطف. زقفي لعمي عاطف يا شباب. لك ما بدها علقانة اجره يعني، وين المشكلة؟ اسمع يا ابني، لاقوا له حل لهذا اللي علقت رجله بالريقار. سمعتني؟ الناس شمستنا على الفيسبوك انفضحنا. سيادتك ما تقول لي مداومة اليوم، مداومة ما بيقدر يعمل شيء. لك شو مداومة؟ ما مداومة، لازم الناس تعرف انه نحن عم نتحرك ومصلحة المواطن فوق كل شيء، فهمت؟ يا جماعه ما لقينا ولا جهه فاتحه، بس لازم اكسكلوسيف حصريا تجي ورشه من البلديه مع ورشه من الاثار والمتاحف بلس زائد دفع من الدفاع المدني بالاضافه لوفد من الحكومه مشان ما يتضرر nothing اي شيء من املاك الدوله. وات يو ورك؟ شو نعمل؟ اذا بدكم زعرنه وهيك محسوبكم ملعب وبروب عم لعب الحكومه بقلبها فوقاني تحتاني هون. عمي وقتك إسا، هذا الزلمة هذا بدنا نخليه هيك طول عمره فوق الرقار؟ يا ولي ابعد انت وهو، ما يجيبونها غير نسوانها. انطروني راجعت لك باشا. الله حي البطن اللي حملي. معك حق، إذا نحن ما وقفنا جنب المواطن مين بده يوقف؟ في رب العالمين يوقف مع الكل، لكن أنا ما لقيت وزارة فاتحة غير وزارتكم، وأنا دقيت بابك وأنت ما رح تخيبني. هذه فضيحة كبيرة. هذا الفيديو لو انتشر على السوشيال ميديا ترى فضيحة. كيف لو نشرته على كروبي ماكو رجال؟ شفته والله فضيحة وبس. ولك هذا باشا تعلق رجله في الريقار انت تريدها؟ تصرف، ربنا ما يحرمك من هالشيبة ولا هالهيبة. تكرم عيونك، أنا رح أعمل اللي بقدر عليه، بس المشكلة إنه إحنا ما بنقدر نتصرف بشيء، مو اختصاصنا ولا عنا معدات، بس أنا رح أعمل وأقدم اللي بقدر عليه بوزارتي. أنت سبقيني على موقع الحادثة وأنا بالحرك. كثر الله خيرك، أشوفك بالريقار. بمكان الحادث، أنتوا أكبر قدر. قابلت وزير التموين وقابلت وزير الثقافة، قال هالحز يبعثون الناس يتصرفون. ثقافي وتموين؟ شو بدهم يعملوا له هدول؟ يا أخي ما لقيت غيرهم فاتحين. بجوز بدهم يبعتوه على شي مهرجان او شي متحف او شي. يا بي نبيخ. قولتك. بعد هيك. ابعد ها، شفتوا؟ نحن اسفين عاطف بك، هذا كل شيء بنقدر عليه. هي كاسة العصير وهي الشمسية تقدمت وزارة التموين. لقد انه تصوني عصير لك، قومي جيبي شيء قنينه من البيت. عاطف بيك لحظة خليك، أنا برايم مدلك بربيشي من وسط البنطلون هيك على الرقار سلت بطشتش وانت مرتاح. يا ولد احترم نفسك. مشان يا هلا والله. يا هلا. بعده يا شباب بعده. غير نسوان. بعده يا شباب.
حظي بصرف. حيالله 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 الاستاذ. هلا وغلا. هذا الريجار وهذا الباشا وهذه الرجال. نحن اسفين كثير يا عاطف بيك، بس هذا اللي نقدر عليه. وهي فرقه من امهر عازفي البلد، رح تعزف لك هيك لحتى تفتح دوائر الدوله بعد بكره ويلتقى لك حل. Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. من كل الخلق ما عاد بدي ابدا ضل داخل من السفر وما في مطرح في داخل With my honor بكرة بيرجع كل شي كان. Give me straight خليني ارجع انسان. بدي ارحل بدي فل لما الشمل يطل داخل من كل الخلق. اشتقنا نفرح كومايات، نغني احلى الغنيات، نغني عتابة وقراصية وشكل الماس.